الطلبات يا فندم. شكرا. طيب تأمروني بأي حاجة تانية؟ لا ربنا يخليك، لو عوزت اي حاجه هنادي عليك. انا عاوزه حاجه لو سمحت. هو فين الحمام؟ لا معلش، الحمام مش فاضي دلوقتي، في صيانة. طيب خلاص، ممكن طيب لما يشتغل تعرفني؟ طبعا يا فندم، أنا تحت أمر حضرتك، أول ما الحمام هيشتغل أعرفك على طول. ماشي شكرا. وفي انتوا عمالين تبصوا لبعض كده ليه؟ تعرفوا بعض ولا حاجه؟ لا، ده انا كنت بسأله على الحمام بس مش اكتر. لا، من اول ما نزل المشاريب كده وانت حاسه ان انت شبهه عليه، عارفاه. في حاجه انت مخبياها؟ لا خالص يا حبيبي، مفيش اي حاجه. طب اشربي. طب بص، هقوم انا رايح الحمام واجيلك على طول كده هسأله. ماشي. ما بقولك الحمام مقفول. لا كده يدخلوني، يعني انا واحده ست، وبعدين هخليهم يتصرفوا. عن اذنك. ماشي. غريبه يعني. ماشي. خبر النهارده بفلوس، بكره يبقى ببلاش. ايه يا عبد؟ كنت شايفاك بتبص للست اللي هناك دي، وفي نظرات بينكوا كده مش عاجباني. هو في حاجه ولا ايه؟ لا مفيش، أنا دي بس طليقتي. طب طليقتك اللي انت حكيت لي عنها؟ طب وهي ايه اللي جايبها المكان هنا؟ هو انتوا مش خلاص مفيش حاجه بينكوا؟ أكيد مفيش حاجة، أنا أصلا اتضايقت إن أنا شفتها هنا، ما كنتش عايز أشوف خلقتها أصلا. طب اهدى كده واهم حاجه ما تبينش، ممكن تكون اصلا اتجوزت واللي معاها ده جوزها. الله أعلم بقى، جوزها حبيبها صاحبها، أنا مالي، ما تخصنيش كده. انا عاوزه بس اخش الحمام، ممكن تيجي؟ الحمام فيه صيانه. طب بعد إذنك أنا. هو ايه ده؟ ان شاء الله هي غيران عليك ولا ايه؟ وبعدين هي بتتكلم معاك كده ليه؟ وأنت مالك يا داليا؟ دلوقتي يعني طريقتي، يعني كل اللي ما بيننا انتهى، مفيش حاجة ما بيني وما بينك. في حاجة؟ في. انا بحبك يا عبدو، انا ما اقدرش ان انا استغنى عنك. انا طول الوقت بفكر فيه، ولما شفتك معاه انا كنت هتجنن. عبدو، بقول لك ايه، ما تيجي نرجع لبعض عشان خاطري. وأنا بقى مش بحبك، واتضايقت أصلا لما شفتك، واتعصبت وما كنتش عايز أشوف خلقتك، واللي ما بيننا انتهى يا داليا، ومفيش ما بيننا حاجة. أهزر بقى معاها، أتكلم معاها، أضحك معاها، أنت مالك؟ خص عليك يا عبدو، مش انا كنت حبيبتك؟ كنتي، وانت اللي لسه قايلها دلوقتي، كنت حبيبتي، وانت اللي اخترت كل ده، وانت اللي بعتي وسبتي، فخلاص بقى ملوش لزوم الكلام. روحي بقى علشان لحسن جوزك يغير عليكي. هو مش جوزي، انا لسه ما اتجوزتش. طيب خلاص، روحي لحسن خطيبك او حبيبك او صاحبك يغير عليكي، وهيبقى شكلك وحش قوي طب فكر، لو شافك معايا. طب فكر يا عبدو عشان ما بفكرش يا داليا، انا الموضوع بالنسبه لي منتهي، والصراحه كده بقى اللي بيخرج من النار مش بيبقى عايز يرجع لها تاني. اقولها لك بمعنى تاني يمكن يضايقك شويتين، لا مؤاخذه، يعني اللي بيتف تفه ما بيرجعش يلحسها. بعد اذنك. كده يا عبدو، خص عليك. ممكن اعرف بقى انت ازاي تمشيني وتخليها هي واقفه معاك وبتتكلم معاك ليه اصلا؟ يا حبيبتي اهدي، قلت لها اللي في النصيب، وبالنسبه لي كده الموضوع اتقفل خالص. ومشيتني ليه يا عبدو؟ ما خلتنيش فضلت واقفه معاكوا ليه؟ معلش يا ندى، كنت ممكن تسمعي منها هي كلمه كده ولا كده تضايقك. لا وأنا ما مش عايز كنتش إن أنا أضايقك. هتضايق. انت بقيت حبيبي، انا مش حبيبها هي، وأنا فهي اللي ندى هتغير مش انا. اللي ما بيني وما بينها انتهى، ودلوقتي قالت لي كلمه لو كنت انت سمعتها كنت هتتضايقي، وكانت ممكن تحصل مشكله في اكل عيشنا. قالت لك ايه يا عبدو؟ قلت لها انا بحبك وعايزاك. ايه؟ قلت لها وانا ما بحبكيش، وكسفتها ومشيت. يعني انت ما بتحبهاش؟ وبتحبي مين؟ شوف الشغل، بحب الشغل. والله؟ يلا بقى مش يا عبدو. روح شوف الترابيزه اللي هناك دي.